السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كترحب بكم قناة مطبخ أم يمينة. ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم لي طرونش او باتيسري اقتصادي غير بجوج بيضات بمذاق الشيكولا. هاد الكيكه هادي سرها في بساطتها، كتجي خفيفه ومهويه وفي متناول الجميع انكم توجدوها في اسرع وقت ممكن ان شاء الله. ونتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنساونيش بالاشتراك ولايك الفيديو. غادي نبداو بالمقادير على بركه الله. عندي جوج بيضات بحراره المطبخ الحجم الكبير، وعندي كاس ديال السكر ما يعادل 160 غرام، نص كاس ديال الزيت ما يعادل 80 غرام، وكاس ديال الماء ما يعادل 160 غرام او 160 ملي. عندي 16 غرام من خميره الكيماويه. عندي جوج كيسان من الدقيق ما يعادل 250 غرام، وعندي واحد سكر فانيلا، وعندي ملعقه كبيره ديال الخل. اللي عندها الخلاط الكهربائي غادي تستعملو، واللي ما عندهاش غادي تكتفي غير بالضراب اليدوي. غادي نضيف جوج ديال البيضات مع كاس ديال السكر مع قرصه ديال الملح، وغادي نخلط حتى كيتفتح اللون ديالو وحتى كيتضاعف الحجم ديالو. عاد كنضيف الباقي المكونات. غادي نضيف الزيت تدريجيا، وهنا غادي نبقى نزيد الزيت غير بشويه بشويه، وانا كنضرب بشويه وانا كنضرب حتى كنكمل الكميه ديال الزيت اللي عندي. كما راكم تشوفوا مابغاش نحبس الضراب حتى كنخلط مزيان. عاد نحبس الضراب، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الخل. صافي غادي نزيد هاد الكاس ديال الماء، يكون دافي ما يكونش سخون وما يكونش بارد، غير دافي البنات. صافي وغادي ندير هنايا جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، وزوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه من فئه 16 غرام، زوج بهم يعني 8 غرام في الوحده. وغادي نغربل. وعندي هنايا جوج كيسان ديال الفرينه، العبار كاس بعبار العنبه او 250 غرام. وهاد الكيكه هادي ما تكونش ثقيله بزاف وما تكونش خفيفه بزاف. صافي غادي نخلط كما كنخلط الكيكه العاديه. صافي غادي نجيب الطاوه اللي تدخل الفران، دهنتها بشويه ديال الزبده ورشيتها بشويه ديال الدقيق. بالنسبه للعبار ديال الطاوه انا عندي 40 على 40 يعني حجم عائلي. كما كتشوفوا غير جوج بيضات كتعطيني كميه كبيره وكتجي روعه في المذاق ديالها واقتصاديه. وغادي ندخلها الفران يكون سخون ماشي بارد، وما كتاخذش الوقت بزاف، حدها 15 دقيقه صافي كتكون طايبه. غادي ندوزو باش نحضروا لا كريم. عندي جوج كيسان ديال الماء بارد يكون بزاف البنات، تقدروا تعوضوه بالحليب بارد. الكاس كتشوفوا العبار عندي الكاس يكون كبير كما كتشوفوه راه واضح في الصوره. وغادي نزيد فيهم زوج ساشيات ديال الشونتيي، وغادي نضرب مزيان مزيان حتى كيولي لي لا كريم، يعني كتولي واحد الكريمه اللي هي شاده روحها تكون قاصحه. صافي غادي نجيب هنا الضرب الكهربائي وغادي نضرب مزيان مزيان. صافي خرجنا الكيكه من الفران، جات رطبه وخفيفه. انا غادي نسقيها بهذا السيرو هذا اللي احتاجيت فيه كاس ديال الماء ونص كاس ديال السكر، ووضعتهم في كاسرونه حتى غلاولي وخليته حتى يبرد، وغادي نسقي به هاد الجينواز هادي او الكيكه هادي. صافي كما راكم تشوفوا فينيت الحلوه ديالي، غادي ندخلها للثلاجه حتى كتبرد، وغادي ندوز دابا للكلاصاج.
غادي نجيب واحد الكاسرونه وغادي نضيف فيه كاس ديال الماء، العبار ديال العنبه بالنسبه للكاس، وعندي معلقه كبيره ديال سنيده، وغادي نزيد عليها معلقه كبيره عمرها مزيان ديال مايزينا، وغادي نزيد عاوتاني معلقه كبيره ديال الشيكولا ديال الدهن، غادي نعمرها مزيان مزيان صافي. وغادي نحرك الخليط ديالي غير بالفوي هكا، وغادي نضيفها فوق النار حتى كنشوفها بدات تغلى. صافي حطيت الخليط ديالي فوق البوطه، غادي نضيف واحد الكيس من الفاني، وغادي نبقى نحرك هكا، نستمر في التحريك حتى كنشوف الخليط ديالي بدا كيعقد لي. وغادي نزيد واحد الطريف هكا ديال الزبده، يعني نص معلقه صغيره باش يعطيني واحد اللمعه الكلاصاج ديالي. صافي غادي نستمر في التحريك. صافي خليت الكلاصاج ديالي حتى برد ولا غير دافي ماشي بارد كاع، وحطيته فوق لا كريم ديالي الشونتيي، وبقيت نخلط هكا بهاد السباتيلا هادي باش عطاني هاد الشكل رخامي. صافي غادي نجيب هاد الكرتونه هادي ديال الباتيسري، وغادي نبقى نقطع بالموس على شكل متساوي، وغادي نبقى نمسح الموس ديالي باش ما تجلخليش الباتيسري ديالي. وغادي نشكل بهاد الطريفات هكا ديال الشيكولا، وهاد الشيكولا ديال كوكيز، والتزيين ليكم الاختيار البنات، ماشي ضروري ديروا نفس التزيين، تقدروا تخليوها غير هكاك شكل رخاميه وصافي. شوفوا البنات كيفاش كيجيو رائعين. انا كنتمنى انكم تجربوهم، ولا بغيتو تحتفظوا بهم في المجمد ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، كيبقاو كما هما. وشكرا لكم على المتابعه، ومع اللقاء.